هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ من بعد غياب رجعت لكم فيديو جديد. واليوم قعدت من الصبح نظفت البيت الفوق اللي قبل حكيت لكم عليه، الفيديو السابق حكيت لكم عليه. واشتريت غرفة أخشاب، هاي الغرفة إلي. هنا نظفت البيت كامل وصورت لكم إياه، قلت حتى أنزله للغناء. وهنا أنا حبايبي صورت الغرفة بما أكملت. حبايبي سديت بابها، رحت للغرفة الثانية مال البنات. هاي غرفة بناتي. وحبايبي هذا الهول الفوق، يعني الطابق الثاني. وهنا أنا حبيت أصور لكم البلكونة هم نظافتها، قلت خلي أصورها. هنا أنا شارة الملابس. وهنا أنا حبايبي نزلت الدرج للبيت الأرضي جوا. هنا أنا حبايبي هذا الهول، هم هول جوا عندي هاي هم غرفة مال الاستقبال. وهنا أنا حبايبي شفت غرفة الخطار نظيفة لو وسخة، همين شفتها طلعت كلش نظيفة. حبايبي قررت أريد أشتري غنفات للهول الجوا والفوق، فانتوا وش تنصحوني؟ إن شاء الله لما أشتري أنزلكم بالغناء. وهنا أنا حبايبي أم مصطفى قال لي سوينا دجاجة شوي، وهنا أنا خليت عليها فلفل أسود وبصل وليمون وبهارات، وخليتها مي وخليتها عالطباخ. هذا الطباخ على الكهرباء عندي. هنا أنا حبايبي سويت على ثريد، سويت الغداء على شجر وإلية. وهنا أنا حمست الشجر والإلية. احنا عندي أكثر شي أبو مصطفى يحب الإلية بالأكل، فاني على مودة أسويها. وهنا أنا حبايبي شفتها حمست، خليت معجون. ولما خليت معجون خليت ماي قياس سراحتين من هذول الصغار مو الدبل. وهنا أنا حبايبي خليت زيت بالصينية مالت الفرن حتى أشوي الدجاجة. وهنا أنا حبايبي خليت الدجاجة وخليت ماجي وخليت ليمندوزي. وهنا أنا راح أدلكها كلها الدجاجة. شوف حبايبي خلطتهم مع بعض. حبايبي طبعا الشرح لحد هنا كافي، كنا نعرف نشوي دجاج بس أنا أحب أنزل لكم. حبايبي عندي مشروع، أريد أفتح صالون ببيتي إليا وتشنتنا، فإن شاء الله راح أفتح. وش تقولولي انتو بالتعليقات؟ كتبولي تقولولي على هذا القرار الحلو، كلش حلو. احنا طبعا نحب الصالون، وإن شاء الله أنزل لكم بالقناة لما أفتح الصالون. وهنا أنا حبايبي نقعت التمن.
بنات هسه تقولولي إيش عجبتي تفتحين صالون بالبيت؟ عندي مكان يعني هواية وعندي صالة زايدة، فقررنا إنه شنو نفتح هسه تقولولي إيش عجب، يعني إنه انتي محتاجة وتريدين تفتحين صالون، لا بنات، بس أني أحب يعني هيج شي، الحمد لله أني ما محتاجة، بس إنه بوحدنا بالبيت فشو نسوي، نفتح لنا صالون، فد موهبة حلوة وإن شاء الله نستمتع بيها. وهنا حبايبي غسلت التمن. وهنا حبايبي خليت الزيت وخليت التمن بالجزرية وخليتها على الطباخ. وهنا كملت وغطيته. وهنا رجعت حبيت أسوي شعرية هم. هنا خليت الزيت خليته يحمس وخليت شعرية دا أقلب بيها لما تشقر. وهنا حبايبي سحنت الشكر والهيل بالخلاط. وهنا خليت ماي ضفت سراحية. هنا حبايبي نونايتي تصيح لي فما أعرف شنو تريد. وحبايبي هنا التمن كامل هدرتها. شوف حبايبي لين عالقة الفرن شوية شويت لين كلش حار الفرن، واليدات تعرفون هذني اليدات دايما يصيرن حارات. وكملت التمن والدجاجة شفتوها شلون الشقرة كلش حلو. وهنا التمن جهز عندي والشعرية والمرق مال الشجر هم جهز عندي والخضرة هم جهزتها، بس تعذروني ما صورت لكم لما نظفتها. وهنا حبايبي حضرت صينية الثريد. وهنا أنا قلت ليش ألتبك ورا الغدا وأقوم من وقت وأسوي شي، خليني أغسل القوري. وخليت بيه هيل وماي وخليته على نار ناصية على الطباخ حتى شو وقت ما أكمل غدا، بس إنه أقوم أخلي الورق وأعليه جوا حتى يصير خوش جاي. حبايبي أنا استعمل الهيل أجيبه كله من العطار، الهيل الأصلي. وهنا أنا حبايبي كمل عندي الغدا وسهمنا وسهمكم العافية، مع ألف سلامة. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل شي جديد.